عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، سؤال وهنعرض إجابته. كان السؤال بيقول: هل يجوز للزوجة إنها تتنازل عن نفقة المتعة أثناء إقامة العلاقة، يعني ما تكونش لسه اتطلقت؟ هو قانونا لا يجوز. قانونا طول ما علاقة الزواج قايمة هي ما تستحقش لسه المتعة إلا بعد الطلاق، وما يجوز لهاش ان هي تتنازل عنها مقدما. ولكن لو كان فيه اتفاق ان هي بينها ما بين جوزها تتنازل عن نفقة المتعة مقابل الخلع يجوز. وقلنا ان النفقة بتاعت المتعة بمثابة تعويض للزوجة على تعسف الزوج في اتخاذ قرار الطلاق من نفسه. ولذلك لو هي المتسببة أو زي ما تكون مثلا رافعة خلع ما بيبقاش ليها نفقة متعة، فالمتعة دي بمثابة تعويض من القانون للزوجة عن الألم والحرج اللي بيصيبها بحاجة هي ملهاش ذنب فيها. الزوج خد قرار إنه يطلق وهي ملهاش ذنب فيه، تستحق نفقة المتعة. عملية تقديرية للقاضي بيقدرها على حسب السنين وعلى حسب ظروف الواقع. ولكن احنا النهارده كنا بنتكلم على المتعة ينفع اتنازل عنها مقدما، قلنا امتى يجوز وامتى لا يجوز. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.